يبدو المشهد رائعا لا تشوبه شائبة في هذا الركن من الأرض. نحن في تونس، أين جمال الطبيعة ودفء الشمس يوحيان بالسكينة، ولكنه الهدوء قبل العاصفة. إنها قادمة، الكائن الأسطوري، البطية. تعيش كائن البطية في المناخ الدافئ عادة، وهي من فصيلة الثدييات الترميات، ويتمثل نظامها الغذائي في الكسكسي المدجج بالشحوم والمقرونة الفل رقم 3 ولمجات المقلوب المنقع في الزيت. وتعتبر البطية من أهم الكائنات المساهمة في توازن النظام البيئي، بما تنتجه من كميات هائلة من الغائط تساعدها في ذلك مؤخرتها الضخمة. انظروا إلى تلك المؤخرة المنتجة. تجلب البطية اهتمام ذكور الضباع والحمير والبوكشكاش والورل، ولكنها لا تعبأ بهم، لأن غريزتها وقلبها تتجهان كلها نحو كائن آخر. نعم، إنه البدرنة، وهو حشرة غريبة الأطوار والشكل، حيث لا يتوقف فمه عن الحركة وجسمه عن الدوران، كأنه يرقص رقص الديك المذبوح أو العتروس الملبلب. قبل ملاحقة البطية يلتمس البدرنة من كبار البدرنات الإذن بمغازلتها، فينطلق إثرها مطلقا أصواتا غريبة لجلب اهتمام البطية، تاركا آثار رائحته الكريهة على الجدران. ويظل كذلك أياما حتى يفوز بودها، وينطلقان نحو الخلاء للتكاثر والإنجاب. يا إلهي، إنها لحظات قبل الكارثة. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. And when a girl walks in with an itty bitty waist and a round thing in your face, you get feelings. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Hey.